تدرون اغلب طبخات العراق مركزها بغداد؟ راح تقولوا لي شلون. وكانت مبادرة طيبة من قناة عوافي بتوثيق الأطباق العراقية، وهاي مبادرة ومفاجأة لكل طهاة العراق اللي ويانا وأصدقائنا، طبعا وما ننسى الناس المحترفين إخواننا الطباخين القدامى. اليوم رح نطبخ البامية، طبعا بامية، واليوم رح أطبخ لكم إياها بطريقتنا البغدادية اللي هي باب الشيخ الكفاح. رح نقرمها البامية. احنا الطريقة اللي رح نشتغلها، رح نحمس البامية. طبعا عندي طماطة رح ناخذها فريش وملح بدون اي اضافات على ضلوع مال الغنم. رح استخدم وياها اليوم ضلوع الغنم وعصرة ليمون فقط بدون اي اضافات. رح نشتغلها بطريقة بغدادية أصيلة إن شاء الله. وبالمناسبة اليوم إحنا رح نوثق هاي الأكلة، هاي أول توثيق للأكلات العراقية اللي إحنا رح نوثقها بقناة عوافي. طبعا استخدمت ضلوع ناعمة وحامل أحمسها ويا البامية يعني. أنا هاي طريقتي. طبعا عندي طماطة فريش. بالنسبة لهذا الطبق، طبق البامية ترى طبق قديم جدا يعني بحت عراقي. الثوم طبعا نكهته كلش طيبة ويا البامية، يعني انت من تقول بامية يعني ثوم. احط 4 قطع الى 5، طبعا كل ما تزيد نكهته كلش طيبة. اما بالنسبة للتمن العنبر انا ما اعتقد موجود بكل الدول، اكيد موجود يعني هذا يعني التمن، يعني من تقول تمن عنبر كل العالم يعرف العراق. رح ابدي اضيف المي، اعطيها شوية مي. طبعا طماطة استخدم اني وحدة، تقدرون تضيفون طماطة او طماطتين خصوصا ربة البيت. طبعا دا احاول اشيل هذا الخضار اللي بالنص، يعني دائما يكون قاسي فما استعمله. فالطماطة شلون ما اثرميها انا بالنسبة لي هاي طريقتي يعني اشتغلها. اضيف لها مي مال اللحم، مي اللحم، واهرسها وياها واخليها ورا تقريبا 10 دقائق. يلا اضيفها وياها. يعني تقدرين بالخلاط، تقدرين هذا الخلاط اليدوي. بالمناسبة هذا الخلاط اليدوي ما تقدرين تستعمليه، تثرميها ناعم. أنا بالنسبة لي أشتغلها يعني أحاول أمرد الطماطة وأشتغلها حتى هي واي. أكو ناس لا تحب تاخذ بس المي مالتها، فأني أشتغلها هي والمي مالتها طبيعي. هاي مي الطماطة جاهز وياها. أحط لها الملح. الليمون اختياري، بس كل أهاليتنا كل أهالي بغداد يحبوها حامضة، فإحنا رح نزيد الحموضة خاطر أهل بغداد. معجون ملعقتين كافية على هذا الوزن، كلش كافي عليه. بالمناسبة يعني البامية أذواق، يعني أذواق البامية. يعني أكو ناس تحبها دهينة يعني، وهي يعني كل ما تكون دهينة طيبة. يا أخي أتمنى تشوفون هاي الأجواء. الطبق الثالث مالتنا اللي هي السلطة الناعمة، السلطة البغدادية، بس هاي بيها قصة، يعني القصة كلش جميلة. يقولون أهلنا يعني أمهاتنا قبل وبيبياتنا إنه المرأة خصوصا الكبيرة بالسن من تدخل، أو أقول أنا ببيتي يعني، تقول أنا من أطب للبيت وتجيني الطبق مال الزلاطة ناعم، نقول هاي اللي مسويتها نادرة، فتعتبر إنه هذا يصيحوا له سلطة نادرات. يعني هي البنية اللي سوت هاي السلطة تعتبر نادرة. فاليوم احنا رح نسوي لكم سلطة النادرات. طبعا افرمها ناعم. انتو عندكم اكثر من طريقة، بس انا الطريقة اللي اشتغلها طول وعرض، يعني طول عرض يعني جوليان ممكن، يعني هاي كلش ناعمة. الخيار هم ناعم، الخيار ممكن تقطعيه بالطول.
أنا بالنسبة أعطيك أسهل طريقة أو أسهل طريقة لك يا حبيبي، إنه هو هاي الطريقة بالطول. بعدين هم مرتلخ بالطول ممكن تاخذها لحد ما تعطي الخيار النعومة الكاملة حتى يطلع سلطة نادرات. البصل هم حبدي اخذه ناعم، تمام، كلش ناعم ناخذه. هاي السلطة انا حضيف بس ملح، فقط ملح وعصرة ليمون، ليمون مهم، نص ممكن كافي. سلطة عراقية بحتة بدون اي اضافات. بعد اضافات حسب ما تريدون زيت الزيتون، تريدون حامض تكثروا، بس هي هاي السلطة الطبيعية اللي حنسويها اليوم سفرتنا من قناة عوافي. وهذا الخبز العراقي جاهزين احنا بالصب، طريقة بغدادية قديمة اللي حسوي لكم اياها هي تشريب البامية. الطبق ما يكمل اذا مو الخضرة العراقية اللي هي الرشاد والريحان والبصل الاخضر العراقي. مستحيل اي سفرة عراقية ما تكمل اذا مو هذا الخضار وياه. صب لنا اول طبق، وان شاء الله هذا الطبق يتوثق قناة عوافي، اول قناة عراقية مختصة بالطبخ، ووثقنا بيها اول طبق عراقي ببركة الله. بسم الله. يا عيني يا عيني على البامي. طبعا بالمناسبة أنا أحب أسويها دهينة، يعني جماعة الدايت ممنوع. وهذا الضلع وألف عافية، أتمنى تنال إعجابكم. وهاي البامية. أما هذا الطبق، هذا طبق خاص بي أنا شخصيا، أنا أحب أكله بهاي الطريقة اللي يعني خلينا نقول من تراثيات بغداد القديمة، من شوارعها، من حاراتها. أصبها بهاي الطريقة، أحاول أنقعها. طبعا لو تشوفون الدهن مال اللية، بس بعدني ما مخلص. شوف الضيم، أنا بالنسبة لي التمن أحطه فوق هذا الطبق. يا عيني على هاي الريحة. وهذا اللبن من عوافي وألف عافية بتوثيق أول طبق عراقي اللي هي البامية وتمن العنبر. ومراجعة سريعة لهم، ما أي صعوبة ماكو. ممكن بأسهل طريقة تقدر تبزل التمن، تبزله وتطبقه يعني على درجة حرارة أنت اللي تريدها. أول ما يفور وراها الصفي تيجي تطبقه وتخليه على التهدير مو أكثر من 7 دقائق إلى 10 دقائق على دهن حار. وبالنسبة للبامية ما استخدمنا أكثر من عصير الطماطم والبامية اللي قرمناها والثوم وقليل من الليمون والملح. وعلى ضلوع غنم ممكن تستعمل يعني أي قطعة لحم غنم تعطيها النكهة مالتها. وألف عافية من قناة عوافي.